رسميا المغرب غادي ينظم كأس العالم 2030 في الملف المشترك اللي عنده مع البرتغال وإسبانيا. هذا الخبر هذا سمعناه حنا المغاربة، سمعناه اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في الصباح. يعني كاين اللي سمعوا في الصباح، كاين اللي سمعوا في العشية. يعني هاد الخبر هذا قالته الفيفا قالته محمد ساز في مكالمة هاتفية. قالت لي بأن الملف ديالكم نتوما والبرتغال واسبانيا، يعني الملف المشترك بيناتكم، يعني نتوما الملف ديالكم اللي ملف قوي صحيح، يعني كلشي الملفات خرجوا بقيتو نتوما، يعني نتوما اللي رسميا غتنظموا كاس العالم. صافي الفيفا قالت محمد ساز الخبر، ومحمد ساز قال للمغاربه، والمغاربه بطبيعه الحال فرحوا بهذا الخبر. يعني صراحه اخبار مفرحه. مبروك علينا اننا غنظموا كاس العالم 2030 الى جانب او في الملف المشترك مع اسبانيا والبرتغال. مزيان، خبر مفرح. غير واحد القضيه حتى سبحان الله، هذه اول مره في التاريخ ديال كاس العالم الفيفا غاس تقول شي خبر لرئيس دوله، عاد واش رئيس دوله غايقولها للشعب ديالو. يعني تخيل معايا دابا، ديما في اي كاس العالم الفيفا ملي كتبغي الفيفا ملي تبغي تقول شكون البلد اللي غادي ينظم كاس العالم، كتخرج في لقاء تلفزيوني كتعرف باش كتقول هذا الخبر. كتقولوا يعني في لقاء تلفزيوني اللي كيشوفوا جميع الناس في العالم، يعني عرفتش كتعلن على شكون اللي غينظم كاس العالم. ولكن دي اول مره في التاريخ غتوقع هاد القضيه. يعني الفيفا قالتها بعدا لرئيس دوله اللي هو محمد سادس، عاد باش محمد سادس قال للمغاربه، يعني المغاربه فرحوا بالخبر. يعني قالت بعدا لرئيس دوله الفيفا، قالت لمحمد سادس بعدا هاد الخبر، وعاد باش من بعد غادي يخرجوا في لقاء تلفزيوني باش يعلنوا على الخبر. يعني غير الخبر قالت الفيفا محمد سادس بعدا في الاول يعني باش يعني ديرها في راسو، زعما بانه زعما تقول لي بانه راه نتوما صافي راه الملف ديالكم راه صحيح كذا. قالت لي بعدا مبدئيا قالتها ليه، عاد باش من بعد غادي يديروا هادشي في لقاء تلفزي ويعلنوا عليها. وواحد سميتو، ودابا جيت ندوي في واحد النقطه اللي لاحظتها من بعد ما سمعنا المغرب غادي ينظم كاس العالم في 2030 الى جانب البرتغال واسبانيا. دابا نسى لي البرتغال واسبانيا، خلينا دابا غير مع المغرب. واحد النقطه اللي لاحظتها طاح لي في بالي من بعد ما سمعت الخبر، وهي اللي هاد النقطه هي خلاتني دابا نجي ندير هاد الفيديو. عرفتي النقطه؟ قبل ما نقول لكم هاد النقطه شنو هي، كيف العاده عجبكم الفيديو خليو واحد لايك وبارطاجيو الفيديو في جميع مواقع التواصل الاجتماعي عندكم، في واتساب، فيسبوك، ميسنجر الى اخره. وتابونوا في القناه وضغطوا على زر الجرس باش توصلوا باي جديد، واللي عنده شي راي يخليه تحت في التعليقات، وتابعوا الفيديو حتى الاخر. والمهم دابا نبداو. النقطه اللي خلاتني نجي نهضر في هذا الموضوع وندير عليه فيديو ديال تنظيم المغرب لكاس العالم 2030 رسميا في الملف المشترك الى جانب البرتغال واسبانيا. شنو النقطه اللي خلاتني نهضر في هذا شنو النقطه اللي خلاتني نجي نهضر في هذا الموضوع؟ هي كالتالي. دابا نساو على البرتغال واسبانيا، خلينا غير في المغرب. دابا المغرب ها هو رسميا دابا صافي غينظم كاس العالم 2030، ولكن كنشوف انا طاحت بين واحد القضيه، كيفاش حنا غادي ننظموا كاس العالم وبقى عندنا مشكله في المستشفيات العموميه. كندويش على المستشفيات الخصوصيه، كندوي غير على المستشفيات العموميه اللي صراحه ما فيهاش جوده عاليه، ما عندها جوده عاليه. نتوما راك عارفين، نتوما راكم مغاربه عارفين المستشفيات العموميه عندها كديره. وبعض الطرق في المغرب محفرين، وعندنا بعض المشاكل في المواصلات، وزيد من الحوايج، من المشاكل الاخرين عندنا في البلاد. واخا البلاد الحمد لله بخير، ولكن شي حوايج فيها صراحه خص يتصلحوا صراحه. يعني كيف ما كندوي على الحوايج الايجابيه خصنا ندوي على حتى الحوايج السلبيه باش نقادوهم صراحه. يعني ماشي عيب نذكروا الحوايج السلبيه، العيب اللي خليناها ديما. اما باش اما لا ذكرناها باش نصوبوها، يعني هادشي جيد، يعني ماشي مشكل الا ذكرناها باش باش نقادوها. دابا كاين اللي غيقول لي واخويا دابا صافي، دابا كاس العالم جا صافي غنقادو هادشي. اييه، ودابا حنا غنقادو هاد الطرقات، المستشفيات، حتى جا كاس العالم، تا كتكون شي مناسبه. هذا هو المشكل عندنا في المغرب، تا كتكون شي مناسبه
علاش كنبداو نقادو في هذيك المسائل، هذيك الاخطاء اللي عندنا، علاش كنبداو نقادو فيهم؟ لا صاحبي، بلا مناسبه خاصك تكون مقاد هذيك الاخطاء، مقادهم مصححهم. هذاك المشاكل اللي عندنا في المغرب خاصهم يتقادوا بلا مناسبه. ماشي تجي كاس العالم عاد نبداو نصوفو في الطرقان، نبداو نصوفو في المستشفيات ولا لا، حيت كتسمى نفاق هذاك، يعني بجوج وجوه. لا صاحبي، خاصنا بلا كاس العالم بلا حتى شي مناسبه اخرى، خاصنا الطرقان والمستشفيات خاصنا نقادوهم. ايوا دابا كون ما كاش العالم، ايوا دابا كون ما كاش كاس العالم ما غاديش ننظمو هادشي، نخليو هكا خايبو. هادشي صاحبي راه خصني تنظم في الايام العاديه بلا كاس العالم بلا حتى حاجه. يعني دابا ها هو جا كاس العالم، غادي ننظموا الطرقات، غادي ننظموا المستشفيات العموميه مزيان، غادي نقادو كلشي. اييه ملي غيحيد كاس العالم شنو شنو غنرجعوا لهذاك الشيء الاول، يعني غادي نخسروا المستشفيات ونرجعوها كيف ما كانت في الاول خايبه. يعني كيف ما تيقولوا عادت حليمه الى عادتها القديمه. لا صاحبي، سواء بكاس العالم ولا بلاش، خاص المستشفيات يكونوا مقادين يعني في الايام العاديه هادشي. حنا حتى دابا غادي ننظموا كاس افريقيا وكاس العالم، علاش غادي نبداو نصاوبوا فهادشي؟ ما عرفتش عاد شنو عاد قاد هادي كتسمى نفاق اصاحبي. نتوما حتى كتجي شي مناسبه عاد تبداو تصاوبوا فهادشي، صاوبوه في الايام العاديه بلا شي مناسبه. كاع المشاكل اللي كاين في البلاد صاوبوها صاحبي، صاوبوها بلا هاد المناسبه ديال كاس العالم ولا حتى يجي وزير الصحه للمستشفيات عاد نبداو نقادو ليه، وغيمشي هو نبداو نخسرو ثاني ورجعوا داكشي كيف ما كان خايب في الاول. لا صاحبي النفاق هذا صاحبي. ولا حاجه يجي الملك عاد نبداو نقادو في هذه. لا صاحبي، النفاق هذا كتسمى نفاق. خاصك دير هذاك الشيء من غير ما يجي حتى شي واحد، من غير قبل ما تكون شي مناسبه، قبل ما عرفت شنو هو. يعني خاص هذا الشيء يكون مصوب في الايام العاديه. المهم هذه النقطه اللي صراحه جيت نقول، هذه النقطه اللي صراحه ثارتني وخلاتني نجي ندير فيديو على الموضوع، هي انه يعني ما خصناش نصاوبوا المستشفيات وكذا وكذا حتى تجي شي مناسبه بحال مثلا كاس العالم. دابا عاد نبداو نصاوبوا، نديروا الاشغال من دابا وكذا وكذا. لا هاد الاشغال بحال هكا نصاوبوا المغرب، نقادوا البلاد ديالنا، نقادوا من ناحيه الطرقات من ناحيه المستشفيات. هادشي خصنا نديروه في الايام العاديه قبل ما يجيش كاس العالم، واخا من غير كاس العالم، من غير اي حاجه اخرى، من غير حتى شي مناسبه، من غير اي مناسبه خص هادشي يكون مصاوب في الايام العاديه. يعني باش متسموش كاع عاوتاني كنافقوا. يعني خصنا نخدموا البلاد ديالنا بنزاهه. اللي كانت البلاد ديالنا عزيزه على النيت، عزيزه علينا وعندنا غير عليها، خصنا نصاوبوها في الايام العاديه، نصاوبوا كلشي المشاكل اللي فيها. ماشي حتى تجي شي مناسبه عاد نبداو نصاوبوا في هادشي. المهم دابا غادي نوقف هذا الحد. صافي الفكره هي اللي جيت نقول. نتمنى يعجبكم الفيديو، تخليو واحد لايك، بارطاجيو الفيديو مع الناس في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وتابونوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش توصلوا باي جديد، حيت باش توصلوا بهذاك الفيديو الجداد اللي غادي نلوح من بعد الفيديو ان شاء الله. وغادي نخليكم هاد الساعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.